يروى أن أميراً شاباً أراد أن يتزوج فتاة صاحبة خلق عال لا جمال فقط، فأصدر مرسوماً ملكياً دعا فيه كل فتاة ترغب في أن تكون عروساً له أن تحضر إلى ساحة القصر في صباح اليوم التالي عند 8:00 تماماً. وفي اليوم الموعود توافدت الفتيات إلى القصر وهن في أجمل زينتهن، وكل واحدة منهن تحلم أن تصبح زوجة الأمير. وقف الأمير أمامهن وقال: لكي أختار من تستحق قلبي وعرشي، قررت أن أخضعكن لاختبار بسيط. سأعطي كل واحدة منكن حوض زراعة فيه بذرة، وعليكن أن تعتنين بها كيفما تشأن، وبعد شهر كامل تعدن بها إلى هنا، وسأختار من تثبت جدارتها. أخذت الفتيات الأحواض وغادرن في دهشة من هذا الاختبار الغريب. وكانت من بين الفتيات فتاة جميلة تدعى ماريا، عرفت بين أهلها بصدقها وأمانتها. كل يوم كانت تسقي بذرتها وتضعها في الشمس وتعتني بها، ولكن لم تنبت. مرت الأيام والشهر انتهى والبذرة لم تتحرك. فكرت ماريا في ألا تذهب إلى القصر خجلاً من فشلها، لكن عمتها ديانا قالت لها بحنان: اذهبي يا ابنتي، فقد فعلت ما عليك ولم تقصري. ذهبت ماريا تخفي حوضها الخالي خلف ظهرها، تنظر إلى الفتيات وقد أتينا بأحواض تفيض بالأوراق الخضراء والزهور. وقبل أن تغادر في صمت ودموع ناداها الوزير قائلاً: تعالي أيتها الفتاة، الأمير يريد أن يراك. صعدت ماريا إلى المنصة مرتبكة وخجلة، فتقدم منها الأمير وقال بصوت يسمعه الجميع: لقد أعطيتكن بذوراً فاسدة لا يمكن أن تنبت أبداً. أردت أن أعرف من ستتحايل ومن ستبقى صادقة أمينة، وكل واحدة منكن استبدلت البذرة إلا ماريا، فكانت الأمينة الصادقة. ثم نظر إليها وقال مبتسماً: ماريا، أنت من تستحقين أن تكوني ملكتي. وصدمت الفتيات وخجلن من غشهن، فيما عمت الفرحة القصر، لأن الأمانة أثمرت زواجاً ملكياً.